دي الحلقه ال40 والاخيره من سلسله جامبل وباس، والحلقه ال40 بعنوان اعاده الكتابه. بتبدا الحلقه وبنشوف جامبل بيقول لداروين بص كده، انا اهو فتحت الباب طلعت فوق دخلت اوضتنا. ايه ده بقى؟ داروين بيقول ما احتمال يكونوا ضافوا حاجه لقصتنا، وجامبل بيرد بيقولوا في حاجات كتير بتحصل مش طبيعيه، زي مثلا ان احنا ما احتفلناش بعيد ميلادنا من 7 سنين، او صوتنا اللي اتغير مره واحده كده، او شكلنا اللي اتغير فجاه. وطبعا فاكر يوم ما روب كان عاوز يبقى هو شكلنا. داروين بيقول يا ترى عدونا روب بيعمل ايه دلوقتي؟ وبنروح للعربيه الغريبه بنلاقي روب عمال يجري جواها وبيقول انا جاي اهو قريب، وبيروح صاحب العربيه الغريبه بيقول له في ايه، وبيقول له صحابك قربوا يعرفوا القصه. وبنرجع لحلقه لما روب كان لسه هيقع في الفراغ بس صاحب العربيه هو اللي بينقذه في اخر لحظه، وبيكمل كلامه وبيقول لو صحابك دول ما تعرفوا ان حياتهم دي مجرد كرتون خيالي المر كلها هتنهار. وبيجي مشهد وهم بيجروا من الفراغ، صاحب العربيه بيقول انا جبت جهاز متعدد الابعاد، وبيفتحوا بيبقى كل اللي مكتوب سيناريو الحلقه. وروب بيقول ثانيه كده هو ده اللي هيحصل دلوقتي؟ وصاحب العربيه بيقول له حتى بص كده، وبيكتب ان روب يطبل على التوته بتاعته وفعلا بيحصل، وبيقول اي حاجه هتتكتب هنا هتحصل في الواقع، وانا عاوز اعيد كتابه الحلقه دي. وبيكون جنبه ودورهم مستنيين باص المدرسه، وبيكتب ان هيكتور يعدي الطريق ويلحس الباص. وروب بيقول له انت غبي يالا. صاحب العربيه بيقول له يا عم خلاص من غصب عني. وروب بيقول له حاول بس ما تخليهمش يوصلوا المدرسه. فوسط ما جنبه وداروين قاعدين بيعدوا على كوبري اول مره يشوفوه في حياتهم، وده بيخليهم يشكوا في الموضوع اكتر. وروب بيقول له يالا مش اي حاجه كده تكتبها وخلاص. بس صاحب العربيه بيطبش له وبتقعد حاجات تطير وتتحدف حوالين جنبه وداروين من غير اي سبب. وداروين بيقول اللي بيحصل ده مش طبيعي خالص. جنبه بيقول في حد مش عاوز نوصل لحاجه، انا من رايي نهرب. وفعلا بيجروا في كلمه اشياء بتقع عليهم. وروب بيقول لصاحب العربيه ركز في اللي بتكتبه بالله عليك، بيقول له مالكاش دعوه سيبني في حل، وبيتشكلوا مع بعض. والكيبورد بيكتب ان جنبه وداروين يتحولوا لحاجه مش مفهومه، وفعلا بيندمجوا في بعض. وروب بيمسح الكلام وبيرجعهم تاني، وجنبه بيقول انا حاسس ان روب هو اللي ورا كل الموضوع ده. وفي الناحيه الثانيه روب بيقول لصاحب العربيه ابوس ايدك حط لهم حاجه منطقيه ما تبوظش نسيج القول. وبيكتب ان المول يجي ناحيتهم جاري. وداروين بيقول الحق يالا تخفيضات على الالعاب المجانيه. وجنبه بيقول له ثانيه ده فاخ. وداروين بيقول فعلا المول بيتحرك. وجنبه بيقول له لا انا كنت قصدي ان مفيش حاجه اسمها تخفيضات على الالعاب المجانيه، بس انت صح اجري يالا. وروب بيقول لصاحب العربيه انت اغبى واحد شفته في حياتي. يا لهوي تلاقيهم دلوقتي وصلوا المدرسه. صاحب العربيه بيديله الجهاز وبيطلع على المدرسه. وروب ساعتها بيكتشف انه مش عاوز يبقى الشرير في القصه، وبيقرر انه يظبط الحلقه. وبيقول لصاحب العربيه بالله عليك ركز. وبيكون جنبه وداروين وصلوا المدرسه، وجنبه بيقول قربنا نعرف. بيمشي ورا تتته على مكان الحيطه وبتفتح وبيطلع منها روب، وبيقول لهم التاج اللي فوق راسي ده عليه يخلص عليك، وبيدي واحده لداروين بينزله الارض. وبيحاول جنبه انه يوصل للفاس، وبيكون روب بيضرب عليه حاجات من قلب الواقع، وفي الاخر بيقدر انه ياخد الفاس. ولسه هيطلع يضربه الجهاز بيجي عند راجل العربيه ان تم استخدام حاجات منافيه للكرتون زي الفاس يعني، وبتتحول لحته عيش. ولبس روب لكرتونه. وبيظهر عند راجل العربيه ان ما ينفعش جنبه اللي يضرب روب، وبيكتب ان روب هيموت في نهايه حزينه. ولسه روب هيقوم يقف بيقوم جنبه مديله واحده بيوقعه في الفراغ، والارض بتتقفل وبيرجع كل حاجه زي ما كانت، وجنبه ودارهم بيضحكوا. ولسه روب هيموت بين الصخرتين بيجي راجل العربيه وبينقذه، وبيقول له اي خدمه انا غيرت السيناريو، وبيلبسه لبسه وبيوديه العالم التاني بالعربيه، وهو بيعيش اجواء الصيفيه.